قطاع النقل بسكك الحديد في العراق بين محاولة الازدهار والخروج من الاندثار. خطوط نقل رممت وأخرى تسعى وزارة النقل لإعادة إحيائها من جديد وفق رؤية تتمثل بأهمية النقل السككي. ولكن طريق مرور القطارات في بغداد ليس بالهين، إذ توجد معاناة جمة يواجهها السائقون نتيجة كثرة التجاوزات على طريق العبور. المعوقات الحالية تواجه سواق القطارات ويواجه الشركة هي التجاوزات على محرمات خط السكة وعدم انصياع سواق العجلات إلى أوامر المرور أو أوامر الموظف السكك المخصص في البوابات. الانتقال من محافظة لأخرى عبر القطار انتعش في الآونة الأخيرة بالرغم من هيمنة السيارات على قطاع النقل، إلا أن البعض لا يزال يستخدم القطار كوسيلة للوصول من مكان لآخر. فخبراء الاقتصاد يرون أن هذا القطاع لم يستغل بشكل فعلي حقيقي. تخلفت السكك وتخلفت كثير من المشاريع العراقية بالعراق. الآن احنا نتوقع اكو نهضة واكو الطريق اللي هو الان اللي تشتغل عليه الدوله العراقيه، وهو طريق التنميه اللي يحقق لنا سكك حديد. كم خط سيدخل للخدمه من جديد، وكم قطار سيعمل ويسير على السكك، وما هي الرؤيه المستقبليه لانعاش هذا القطاع؟ تساؤلات كنا نريد ان نحصل على اجابه عليها لعرضها امام الملأ، لكن جدار الصمت كان اعلى، وابواب المدير العام لشركه سكك الحديد أوصدت بحجج مختلفة. بين سكك أرهقها الإهمال ولاحها الإرهاب لعقود وخطط تبشر بالوصال، تقف وزارة النقل عند مفترق مثقل بثقل الماضي وثقة الآتي، فإما أن يتحول الحديد إلى سكة توصل الإنسان بالمكان كحال حق طبيعي كنا من الأوائل في المنطقة فيه، أو يتذبذب مد المسار بعد طول انتظار، وهذا ما لا يتمناه المسؤول والمأمول. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.